أهلا بكم في قناة قصص وروايات. النهاردة هنتكلم عن قصة الحطاب والأمانة. كان يا ما كان، في زمان مش بعيد ولا قريب، في حطاب غلبان بيصحى كل يوم بدري، يشيل فأسه الخشب ويمشي للغابة، يقطع شوية حطب، يلمهم ويرجع يبيعهم بقرشين يجيب بيهم أكل لعياله. وفي يوم وهو ماشي على جنب الترعة، فأسه تقيلة تعب منها ووقعت منه في المية. الفأس نزلت فطشة واختفت في العمق. الحطاب قعد على طرف المية ومسك دموعه بالعافية. دي كانت كل اللي أملكه، هرجع أقول لابني إيه؟ وفجأة المية اتحركت وطلع منها جنين نوره منور، وقال له بصوت رزين: مالك يا حطاب؟ ليه زعلان؟ الحطاب قال بحزن: وقعت فاسي في المية ومعيش غيرها، وأنا راجل غلبان. يوم بيوم الجني غاص في المية، وطلع بعد شوية بفأس من ذهب تلمع في الشمس. هي دي فأسك؟ الحطاب هز راسه وقال: لا، دي مش بتاعتي. الجني نزل تاني وطلع بفأس من فضة. طب دي فأسك؟ الحطاب قال بأدب: لا يا سيدنا، فاسي كانت خشب قديمة بس على قدي. الجني ابتسم وغاص للمرة الثالثة وطلع بالفأس الخشبية الأصلية. هي دي بقى، مش كده؟ الحطاب قال بسعادة: أيوه، دي هي، شكرا يا كريم. الجني ضحك وقال له: علشان صدقك وأمانتك، خد ال3 فؤوس هدية، الذهب ليك والفضة كمان فوق فأسك الأصلية. في النهاية الحطاب راجع وهو شايل الفؤوس ال3 مبتسم، والناس بتسأله وهو بيقول: الصدق عمره ما خسر حد. العبرة الصدق مش بس بيرجع لك حقك، ده كمان بيرزقك أكتر مما كنت تتوقع. أتمنى أن تكون القصة نالت إعجابكم. متنساش تعمل لايك الفيديو والاشتراك في القناة. شكرا.